ناس تجري على الشارع وانا ماسك ده، واحد رايح يزعق مع ناس لوحدهم كده وانا اروح اجيبه. That's why you guys have طيب اول مشكله هتواجهك لما تيجي امريكا هي لها علاقه بالكحول، ولا مش اللي في بالك، مش ان الناس هتيجي تقول لك ايه خد اشرب اشرب. لا، ما حدش بيعمل هنا، بالعكس هنا الناس اكتر ناس متفهمه في الحياه. انت تقول لهم انا مش عايز اشرب لاسباب صحيه، ما لهمش دعوه. انا مش عايز اشرب لاسباب دينيه، ما لهمش دعوه. مش عايز اشرب لاسباب تذوقيه، ما لهمش دعوه. ما حدش هيقول لك حاجه، ما حدش هيجبرك على حاجه. بس دي المشكله. شوف، انا مصطفى ما بشربش ما بدخنش، دي حاجه بس انا متربي عليها. بس الفكره ايه؟ ان انا بخرج كتير، بحب اخرج مع البنات. انا في النهايه ولد، ايه اكتر حاجات بحبها؟ المحركات والبنات، ومش بالترتيب ده يعني، والمعالجات ومش بالترتيب ده يعني. المهم يعني بخرج مع بنات كتير، ودي حاجه كنت بعملها في الكويت وفي مصر يعني. مش جيت هنا فلاح انا اغراضه اضواء المدينه ومش عارف ايه. انا قشطه يعني، فاهم؟ شوف، يعني ده قانون الكل عارفه يعني. انت ما تصاحبش حد من شلتك، بلاش بددوق. انا بقول لك بلاش. وما تصاحبش حد من السكن بتاعك تمشي يعني. او ما فيش سكن ولاد وبنات في مصر يعني، بس يعني يفضل ان انت تصاحب حد من بعيد. الفكرة ان انا لما عايز اخرج مع بنات مش هخرج مع حد يعرفني او من الحصص بتاعتي. وغير كده انا في هندسة يعني، في كل البنات اللي عندي في شنب وبتاع ناس، البنات اللي في هندسة اللي بيتفرجوا. لحظة، الكلام اللي يقوله مصطفى أبدا مو مسؤول عنه. كمل. المهم، فبروح بارتيز، بتبقى حفلات مش عارف ايه، بروح مع الشباب، بروح مع بنات معايا في الحصص عادي، بشغل ويجز، بعقب، مش عارف ايه، قشطة يعني. كلها ساعة، كلها ساعة يا رجالة، ساعة واحدة بس، وحياتي هتتقلب جحيم. لأني أنا هبقى مربي أطفال لسبع أو 8 أشخاص، أطفال بالغين يعني. هتبقى الفكرة إيه؟ إنها ساعة واحدة بس، وكل أصحابي اللي حواليا هيبدأوا يسكروا. وبما إني أنا الشخص الوحيد اللي دايما فايق، أنا ما يهمنيش. أنا بكلم بنات مش عارف، أنا بعيد عن أصحابي، بكلم بنت مش عارف إيه، أخدت رقمها، قشطة ماشي حلو الكلام، مش عارف إيه، صحابي يتحرقوا. بس الفكرة إيه؟ او بعيدا عن ان انا مش اطيب شخص في الحياه، فصحابي يتحرقوا ما عنديش مشكله. الثروة، القوة، الشهرة. مصطفى امتلك كل حاجة إلا السلكان. بس المشكله ان هم مش هيتحرقوا، لا دول هيموتوا فعلا. ده انت ما تتخيلش ايه اللي هيحصل. واحد سكران انت ما تعرفش، ممكن يطلع يجري على الشارع تخبطه سياره، ممكن بتاع. فانت غصب عنك حتى لو انت انسان خنزير لازم هتهتم، لازم هتشوف الناس صحابك السكرانين دول او مش عارف ايه. طبعا انا ماليش دعوه، انا ما اقدرش اجبرهم. صح ان انا ما ينفعش ابقى في مكان بيبقوا سكرانين فيه، بس انا ماليش دعوه. انا واثق بنفسي بما فيه الكفايه ان انا شخصيتي قويه وما حدش يقدر يخليني اشرب يعني. فقشطه يعني، ده تنبيه. المهم الموضوع بيختلف. في صحابي في واحد يشرب يبقى عصبي، ما انا بتكلم. يبقى غشيم، يبقى كده تحسه عايز يضرب ومش عارف ايه. وده انت بتحتاج تتعامل معاه، تمسكه يزقك، ممكن يديك بوكس مش عارف ايه. انت متخيلين تبقى انت رايح بتساعد صاحبك يديك بوكس، والمشكله ايه؟ لو انت اديته ايه يعني، لو انت اديته بوكس تاني وبغشامه يعني. الفكره ان هم سكرانين ما بيكونوش حاسين بحاجه، فالواحد مش هيحس بحاجه. الواحد حرفيا مش هيحس بحاجه. الناس دي بتكون بتخبط راسها في الحيطه عشان الفرح، سكرانين مش في باله. فهتلاقي واحد بيبقى سكران بيبقى متعصب، تلاقي واحده تبقى سكرانه تقعد ترجع. وانا في مره اضطريت ان انا اشيل واحده صاحبتي وامشي بيها، اشيلها على كتفي وامشي بيها 20 دقيقه وهي بترجع وترجع على كتفي، اكرمكم الله يعني، ترجع على كتفي. ولازم اروح لغايه السكن بتاعها واحطها في السرير بتاعها وافضل صاحي مستني. عشان انتوا عارفين اللي اتفرج على بريكنج باد يكون عارف الموضوع ده، لو حد رجع وهو نايم على ظهره هيتخنق ويموت. فانت لازم تفضل صاحي وتبقى متاكد ان هم نايمين على جنبهم، عشان هو صح ده. عشان كده انت لما تيجي ترجع بتقوم كده بتلف على طول، عشان دي حاجه. بس دي نفس
التنفس او نفس هو ايه ده يعني اسمها ايه، ان انت بترمش اخيرا، ان انت بترمش. دي حاجه بتبقى العقل بيعملها، بس وانت سكران انت العقل بتاعك ممكن ما تكونش بترمش، ممكن ما لما ترجع تبقى تفضل صعب كده، ترجع تموت. في ناس تانية تبقى، في بنات تانية تبقى سكرانة تقعد تعيط، ودي مشكلة لوحدها. تبقى في بنات تبقى سكرانة تطلع تجري ما تفهمش فيه ايه وبتاع. فانا في الاخر كل مرة كل يوم من ساعة ما جيت يعني، والفكرة ان الجامعة هنا كلها كل الناس عايزة تخرج، كل الناس بتروح بارتيات، ففي دايما حفلات يوم الخميس الجمعة السبت. بالمناسبة الاجازة السبت والاحد يعني، ايوه الاجازة نهاية الاسبوع السبت والاحد، فالخميس الجمعة عندهم نفس الخميس ملاحدة بس مش مهم. المهم فكل ده، فدايما انا كنت في سنة اولى عايز اتعرف على ناس، عايز اخرج مش عارف ايه، فدايما كان بينتهي بيا ان انا مربي اطفال ل8 اشخاص كلهم ضخمه مش عارف ايه. واكتر من مره ناس تجري على الشارع وانا ماسك ده، واحد رايح يزعق مع ناس لوحدهم كده وانا اروح اجيبه مش عارف ايه، بنت قاعده تعيط ومش عارف ايه. والمشكله ان احيانا بيروحوا هناك سايقين، لازم يرجعوا بالسياره، لانهم لو فضلوا في السياره في نفس المكان ايه اللي هيحصل؟ الشرطه هياخدوا السياره، في حاجه اسمها زي البلديه، بياخدوا السياره وبيحطوها في مكان تستلمها، انت لازم تدفع $300. فانا صح ان هم خنازير وسكروا وبتاع، بس مش مهم يعني، اللي هيخليه يدفع $300 عشان يجيب سيارته. فانا احيانا بحتاج اسوق سيارته، واحيانا سيارات تبقى كبيره، انا سيارتي صغيره فانا متعود على السيارات الصغيره اللي بقدر اعدي بيها مش عارف ايه. واحيانا تبقى سياراتهم فول سيدان، احيانا سياراتهم تبقى جيب، احيانا سياراتهم تبقى مانيوال، والمانيوال بيبقى مختلف من سياره لسياره، انت لازم تكون متعود على كل ده. والاسوأ لما انت بتسوق وهم معك في السياره، احيانا بنات تقوم ناطين عليك وانت بتسوق مش عارف ايه، طبعا سكرانين مفيش حاجه. واكتر من مره وانا احتاجت اسوق بالناس كتير قوي وانا ما معيش رخصه في نص الليل. ومره وقفت من شرطي وقلت له شوف انا معايا رخصتي المصريه، وانا مش معايا رخصه مصريه بالمناسبه. وريته البطاقه المدنيه المصريه قلت له دي رخصتي المصريه بالعربي، فهو ما فهمش. انا معايا اصحابي كلهم سكرانين، فانت ايه تفضل؟ ان واحد سكران يسوق وممكن يقتل حد ومعاه رخصه، ولا انا اللي ما معيش رخصه هنا في امريكا بس معايا رخصه في مصر اسوق بيهم وانا مش سكران؟ وكان طلع راجل طيب وعمل. وبتحصل لي مليون موقف مجنون يا رجاله يعني. انا يعني كيلب اخويا ده في مره، كيلب من النوع اللي هو لما يسكر بيكون غشيم، بيكون يعني مش غشيم ضرب، غشيم في الكلام. فاحيانا تحتاج تروح ناس وانت سندهم، واحيانا تحتاج اروح كل واحد البيت. بس كيلب راح في مره شتم ظابط، قاعد يتخانق مع ظابط، فالظابط راح جاب مذكره اعتقال ورجع يجيب كيلب. يا شباب والله كبرت الموضوع، ولع بروحي. كيلب احتاج يجري للغابة. أنا لسه مصري من الصحراء يعني، فمش متعود على الحشرات والحاجات والتعابين اللي في الغابات اللي في أمريكا. مش غابة يعني، كانت حتة شجر كتير كده في المنطقة. فيعني بتحصل لك مليون مشكلة. فالحاجة الأولى بالكحول إن أنت هتكون مربي أطفال لكل أصحابك، ودي مسؤوليتك أنت. مش مهم أنت قد إيه إنسان حقير، أنت لازم دول صحابك مش هتخليهم يموتوا يعني. انا والله قعدت اصايح كتير على الحوار ده بس مش مهم. تاني حاجة المواصلات. هنا في امريكا مش هيبقى فيه، دي من اكبر المشاكل اللي هتواجهك، ان مش هيبقى فيه مواصلات، مفيش مشاريع. الناس هتعيب عليا عشان بقول مشروع، مفيش مشاريع، مفيش ثمنيات، مفيش اي حاجة، مفيش سوبر جيت، مفيش باصات. هو في باصات في الجامعة يعني، بس ده ما فيش حاجة تانية، ما فيش حاجة تطلعك بره الجامعة بتبقى كأنها مدينة كده، فانت حرفيا بتبقى عالق. لو ما معكش سيارة انت ما تقدرش تروح اي حاجة. البنية التحتية لأمريكا انتوا زي ما اتبنت على قارة واسعة كاملة يعني لوحدها، فبين كل حاجة وحاجة 20 دقيقة بالسيارة. ما فيش، أمريكا ما تسمحلكش تمشي، فكل حاجة هتحتاج تشتري سيارة. دي مش حاجة اللي هو في مصر يعني الى حد ما، ولا بس يعني الى حد ما انت تقدر تروح اي حته بمواصلات. عايز تروح الساحل الشمالي تقدر تروح الساحل الشمالي بمواصلات، عايز تروح الغردقه ماشي، بس هو يبقى الموضوع لطيف اكتر لما معاك سياره. هنا مفيش. هنا لو عايز تروح اي حته بجد هتكون محتاج سياره. فدي المشكله رقم 2. والمشكله رقم 3 دي اكتر مشكله سببت لي انا ضرر، بهدلتني حرفيا يا رجاله.
المشكلة هي الحس الفكاهي غير هنا. احنا عارفين في مصر او في الكويت او في اي دولة من دول بتبقى عادي، يعني الناس كلها عادي. انت ممكن انت تشوف واحد تخين تقول له تخين في شلة مش عارف ايه، الفيديو ده قلبص او بومب بقلص بقرة عجل دب برميل لوح حلف ضازو بغل سمين تخين تخين دولاب مرتبة حوت دبابة جودزيلا بلوزة فخدة سومو دهنة خزان عجة لانشو فيه الخنزير تخين في شلة مش عارف ايه. تشوف واحد اسود تقول له اسود عجوة مش عارف ايه. بكار او فحمه، شيكا زنج عبد عجوه ضلمه عاج سوداني غندي عثمان قرد حبشي سماره كاكاو جilberto فلافيو طينه حريق هباب رماد وساخه بواب سفراجي. تشوف واحد قصير تقول له قزم، انا كنت قصير كان بيتقال لي قزم وقشطه عادي بدون نضحك ومش عارف ايه وبتاع. هنا الناس حساسه بزياده، ما تقدرش تهزر معاهم خالص، ما تقدرش. يعني في شويه ناس اللي هما بيبقوا كانتري بويز وبتاع بتقدر تهزر معاهم وتضحك معاهم وحاجات تقيله، بس معظم الناس حساسين بطريقه مش طبيعيه. فانا ما اقدرش اقول لكم كام mره بتحصل لي مشاكل، ويعني بتحصل لي مشاكل بدون اي حاجه. يعني شوفوا الموقف ده. كنت بهزر مع استاذ انترناشونال برضو من كولومبيا، فكنت بهزر معاه. الكولومبيين عندهم صورة نمطية ان هم بيبيعوا مخدرات يعني. وانا فان لبريكنج باد، كنت لسه قايل لكم على بريكنج باد من شوية. فكنت بكلم انا والدكتور على حاجة اسمها، الدكتور كنا بنتكلم بعد الحصة، بيقول قد ايه ان الدكتوراه في امريكا ما بتجيبلكش فلوس. يعني انت بس بتاخد $80 في الساعة، اللي هو ايه يا استاذ $80 دي وما تاكلكش عيش انت يعني. المهم فالاستاذ بيقول لي الدكتوراه ما بتاكلكش. قلت له يا استاذ انا ماليش دعوه بالدكتوراه، انا عايز اطبخ ميث ده مخدر، ده عامل زي الكوكايين، دي حاجه صعبه يعني. انا ما اعرفش اقدر اقول كده على اليوتيوب ولا لا. قلت له يا استاذ انا عايز اطبخ ميث، بهزر بعمل ريفرنس لبريكنج باد، ده استاذ الكيمياء. الاستاذ فهمها وضحك. في ولد، الفكرة ان هنا في امريكا برضو السناب شات منتشر، وانا بكره السناب شات. التطبيق ده خنيت، التطبيق ده ما بطيقوش، احسه بتاع ملزقين كده. وانا اسف لاي حد بيستخدم سناب شات، بس يعني بجد ما بطيقش التطبيق ده. ففي حاجة اسمها سناب ستوري، هاشتاج الدفعة مش عارف ايه، حاجة زي كده. مش فاهم في الموضوع قوي، انتوا ممكن تصححوا لي في الكومنتات. بالمناسبة انت لو بتتفرج لغاية دلوقتي وعجبك الموضوع انزل اعمل اشتراك، دي هتبقى حاجة رجولة يعني. ففي واحد اخد فيديو من الموضوع ده ونزله على السناب ستوري. وهنا مصطفى أدرك إنه هيرجع أسيوط. انا والاستاذ والطلاب اللي حوالينا حصل لنا مشاكل، انتم متخيلين؟ مع انها كانت نكته والكل كان فاهم انها نكته، بس الناس هنا حساسين بزياده. انتم ما تقدروش اقول لكم كام مشكله حصلت لي مع الناس السود في امريكا. شفتوا فيديو كنت بهزر مع تي، ده جاي طالب انترناشونال في عادي. This is not my native language. What's your native language? Hunga bunga? Bro, if you put that on your video, that's racist. He's racist. He is racist. لكن السود اللي من امريكا دول بيبقوا حساسين بطريقه مش طبيعيه. تقدر انا يا عمي اللي هو عادي يعني. احنا ممكن بنكون بنهزر على عنصريه، بس ما حدش فعلا تفكيره عنصري ده يعني. ما اعتقدش يعني، او ما اعتقدش ان عندنا احنا في مصر، احنا عندنا الناس اشكال ملونه يعني. عندنا الابيض الاسمر الاصفر الاحمر، ف قشطه يعني. المهم في قبل كده حصلت لي مشكله، ان بنت قالت لي انت ايه رايك في الناس السود اللي في امريكا؟ قلت لها قشطه ما عنديش مشكله معاهم. انت عايزه قالت لي لا انا عايزه عشان ورقه عشان واجب، ورقه دراسه يعني. بعمل بحث عن راي الطلاب الشرق الاوسط في الطلاب الامريكيين. فقلت لا هو عشان ورقه وبتاع، انا شايفهم حساسين بزياده. فاتفجرت فيا مش عارف ايه، ده انت، هي بنت سوداء، ده انت عنصري مش عارف ايه عنصري. قلت لها عنصري ضد مين؟ قالت لي ضد الافارقه. قلت لها انا افريقي، انت مجنونه، انا افريقي. انت كنت في افريقيا من 300 سنه، انا كنت في افريقيا من 3 شهور. لما قلت كده اللي هو 300 سنه العبوديه مش عارف ايه، اتمسكت ودوني في داهيه. اتحصل معايا 300,000 اللي هم بيسموها كوندكت ميتنج، اللي هو اجتماع سلوك ومش عارف ايه. واكتر من مره هزر مع واحده اقول لها مناخيرك كبيره مش عارف ايه، لاقيني شويه ويترفع عليا قضيه واعتذار رسمي. وايه يا رجاله اللي هو فالحس الكوميدي. لو احنا شعب بيتقال علينا ابن نكته يعني، فكلنا بنهزر وكلنا بنضحك. هنا المشكله بقى ان انت لما تيجي امريكا الحس الكوميدي ده هيبقى مشكله. فبس
انا حبيت اقول 3 حاجات بس عشان طول الفيديو كل شويه الناس تقول لي الفيديو طويل قوي مش عارف ايه. فبس يعني فايه رايكم في حوار الراوي ده في الفيديو؟ بس انا للاسف انا حبيت الموضوع ده ولا ما حبيتوش. انا شخص بتاع ارقام يعني، مهندس يعني. فلما بشوف حتى مش قصدي انا بحبكم وعايز انزل فيديوهات كتير، بس لما بشوف الفيديو ما بيجيبش ارقام كتير، فبقول يا عمي هو خليني اعمل حاجه وبعدين انزل فيديو. بس يا رجاله انا اوعدكم، انا قلت هنزل فيديوهين في الاسبوع، فانا اشتغل على الموضوع، بس انا عايزكم تشتغلوا معايا وترفعوا لنا الارقام وقشطه يعني. وقتها نقدر نعلى سوا يعني، وتقدروا تقولوا ان انا هنا ان انت عندك 1500. فبس يعني شكرا على المشاهدة واطلعوا بره.